سبق قبل كده ونزلت فيديو كنت بتكلم فيه عن افلام عظيمه اتعمل منها العاب زباله، ولكن في الفيديو ده هنعكس هي العاب عظيمه اتعمل منها افلام زباله. وبصراحه يا جماعه انا اعتمدت على القائمه دي اللي هي تبقى من 10، يعني 10 دي اللي هي اقل شويه، والمركز الاول هي الخرا خالص يعني بصراحه. والمهم مش عاوز اطول عليكم، تعالوا نتكلم على اول لعبه، وهي فيلم اسمه ريزيدنت ايفل ذا فاينل شابتر. الفيلم ده اتعمل سنه 2007، وانا يا جماعه كنت بحضر للفيديو ده وقعدت اتفرج يعني على كل فيلم فيهم. وبصراحه يا جماعه عشان برضو ما اكدبش عليكم انا اتفرجت على لقطات بس منه، عشان يا جماعه فعلا انا عندي مراره واحده. في افلام منهم اتفرجت عليهم وعشان اجهز للفيديو ده، وفي افلام انا اتفرجت عليهم زمان كوابيس كارثه، يعني ما تفهمش بقى الفيلم ده عملوه ازاي، المخرج كان بيفكر فيه ازاي، ما تفهمش. المهم يا جماعه ريزيدنت ايفل هم عملوا فيلم عشان شافوا ان ريزيدنت ايفل لعبه ناجحه والناس فعلا مستنيه الاجزاء بتاعتها وليها سلسله، والناس خلاص بقت متابعه، حتى ريزيدنت ايفل اللي نازله جديد يعني ليها جمهور برضه. فالمخرج قال ايه، احنا ليه بقى ما نستغلش الناس دي انه احنا نعمل فيلم ريزيدنت ايفل وننزلها سنه 2002. وبسم الله ما شاء الله فيلم ريزيدنت ايفل بتاع سنه 2002 سقط برضه. فالمخرج بقى ايه، قال لك ايه بقى، انا هنزل فيلم اسمه ريزيدنت ايفل ذا فاينل شابتر سنه 2017. ويا ريته ما عمل كده يا جماعه، يا ريته ما عمل كده. ماشي هو الشخصيات، اختيار الشخصيات هو تقريبا غير القصه مش اكتر، يعني الراجل ده يا جماعه هو عاوز يبينه ان ده الشخص ده، فاهمني، بس هو تقريبا غير القصه بتاعته او تسريحه الشعر بتاعه مش اكتر. ونفس الكلام في البنت برضه. لا ويا سلام بقى على المشاهد الاكشن، يعني ما تفهمش بقى المشاهد الاكشن دي ازاي، مين بيضرب في مين ولا مين بيعمل في مين، انا مش فاهم يعني اللقطه دي، ما انا مش فاهمها خالص. ايه ده؟ الله ينور عليك والله المخرج ده، يعني مش عارف انا المخرج ده مش عارف اقول له ايه، مع اني مش عارف اسمه بس ولا عاوز اعرف اسمه حتى. انا يا جماعه انا حاسس ان انا تعبت حتى من اول لعبه، ده لسه يا جماعه 9 العاب تانيين هتكلم عنهم قدام، انا مش فاهم انا تعبت ليه دلوقتي. المهم اللعبه التاسعه معانا وهي لعبه اساسنز كريد. اساسن كريد يا جماعه انا اكتر اجزاء او اكتر سلسله انا بحبها هي اساسنز كريد. اللعبه فعلا كانت مشهوره، اللعبه فعلا كانت ناجحه جدا، ويا جماعه عملت فيديوهين برضو على اليوتيوب اتكلم فيهم عن قصص اساسنز كريد، يعني برضو يعني عادي تبقى تروح تشوفها برضو تمسي عليها. اجي اتفرج يا عم على فيلم ما اشوفش اي حاجه ليها علاقه باساسنز كريد، هو كل اللي هو عمله هي المشاهد والديكورات. طب فين القصه، فين العمق برضو اللي كان في اللعبه؟ يعني يا جماعه عيب عليك يكون لعبه بكات سينز تبقى احسن من الفيلم نفسه. يعني الكات سينز يا جماعه بتاعت اللعبه بتاعت اساسنز كريد بتاثر اكتر من الفيلم. فاهم يا جماعه، هو حلو والتصوير حلو وكله تمام حلو والكادرات والكلام ده كله، ولكن انا مش بتكلم على الحاجات التقنيه، انا بتكلم يا جماعه عن الفيلم ممل. هو كل بس اللي عملوه هو اللي قلد لك النطه اللي هي من فوق بتاعت اساسنز كريد، وقلد لك بس كام حركه كده كان بيعملها في اللعبه والهدوم بتاعته بس كده. طب بذمتكم يا جماعه يرضيكم، مش فاهم ليه بيعملوا فينا كده والله. الفيلم الثامن معانا وهي فيلم لارا كرافت توم بريدر ذا كريدل اوف لايف. الجزء ده يا جماعه هو تحسوا ان هو غريب، يعني اول 5 افلام هتلاقيها ممل، يعني الافلام انا ما عنديش مشاكل فيها على فكره من حته التقنيه، لارا كرافت كويسه والفيلم كويس وبتاع، هو مش زي اللعبه بس اوكي يعني بتمشي. ولكن طب هتقول لي طب الفيلم ده وحش في ايه؟ يا جماعه وحش في الجرافيك. بص بقى على اللقطه اللي هي كانت لارا كرافت فيها، كانت في الميه وبتدي القرش بالبنيه. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. يا جماعه ده الجرافيك هينطق الشخصيات اصلا، ولا تعاطفت معاها ولا اي حاجه، ولا اصلا انا مهتم اعرف قصتهم. انا جاي اتفرج يا جماعه عشان توم بريدر بقى وبتاع والكلام ده، لا هم ما ادونيش بقى الحته دي. هو ده بصراحه مشكلتي مع الفيلم السابع معانا في القائمه وهو فيلم سايلنت هيل ريفيليشن. والفيلم ده يا جماعه اتعمل سنه 2012. قبل ما نتكلم على الفيلم الخرا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هنتكلم يا جماعه عن اللعبه. لعبه كويسه، لعبه فعلا فيها الرعب، انت كذا مره كنت تحس ان انت قلقان، حاسس ان انت الدنيا ضلمه وماشي وبتاع، انت بص اصلا شايف اللعبه عامله ازاي. هنا بقى في الفيلم بقى جاب لك ايه بقى، تحس ان الفيلم ما بقاش من انتاج هوليوود، بقى انتاج السبكي. تفهمش ازاي بقى الانتاج يا جماعه فعلا تحسه انه ضعيف، الجرافيك فيه منايل ب 60 نيله. ده ازاي يعدي يا جماعه من هوليوود كده؟ هم بس ايه كل اللي هم عملوه ان هم غيروا تسريحه البطله، ان هي خلتها ايه شعر اصفر، نفس الحلاقه اللي حصلت في اللي هي بتاعت الاولانيه دي وخلاص. فيا جماعه ده اللي كان مركز معانا، المركز الثامن. واحسن لك
انك ما تشوفش الفيلم زي ما انا شفت، يستاهلش ان انا اتكلم عليه اكتر من كده بصراحه. والفيلم السادس معانا وهي فيلم، انا يا جماعه حزين والله العظيم، حزين يا جماعه ان انا بقول المرتبه دي. ازاي يا جماعه يكون الفيلم ده استغل اسم زي ماكس بين ويعمل منه فيلم؟ يا جماعه يا جماعه احنا بنهرج والله العظيم بنهرج. هو فعلا ماكس بين اتعمل منه فيلم، لو انت ما سمعتش عنه اديك سمعت عنه. او ده المخرج شاف ان ماكس بين عمل طفره في سنه 2001 كالعاب، ونزل منه سنه 2003 او سنه 2004 مش متذكر بصراحه، اداش ارباح قوي زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات. حب الناس للعبه ماكس بين بدا يزيد اكتر واكتر، فيعني ماكس بين ما نزلش منه اي اجزاء. فالمخرج بقى قال ايه، بص احنا نستغل اسم ماكس بين نعمل منه فيلم. الفيلم ملوش علاقه اصلا بماكس بين، ملوش علاقه بميتين ابو بماكس بين خالص. الفيلم ملوش علاقه، هو بس ليه علاقه في ايه، في ان هو تقريبا بيتكلم زي ماكس بين، وان هو تقريبا لابس الجاكيت بتاعه الجلد بس. يعني ازاي الفيلم بقى وبتاعه جليد وجاب لك جرافيك مش عارفه عامله ازاي يا جماعه احنا بنهرج والله. هو بس كل اللي عمله ان هو سمى الفيلم ماكس بين عشان الناس تخش، زي ما انا دخلت كده برضو اتفرجت على الفيلم. فيا جماعه اديك شفت الفيلم عامل ازاي، واديك شفت الجرافيك عامل ازاي الجميل الحلو. وتعالى بقى ننتقل على المركز الخامس معانا. ابتداء من المركز الخامس انا هبتدي اعمق بقى في حاجات خرا كتير يعني فاهمني، فانت ايه اجهز شويه وجمد قلبك شويه عشان ايه هيبقى الموضوع صعب عليك زي ما هي كانت صعب عليا قوي يعني بصراحه. والمركز الخامس معانا في القايمه وهو فيلم دوم. الفيلم ده يا جماعه اتعمل سنه 2005 وبطوله ذا روك. ايوه يا جماعه الحركه الشهيره بتاعت ذا روك فين؟ هتقول لي ايه بقى، ايه العلاقه بفيلم دوم؟ اقول لك ولا حاجه غير مثلا اللقطات اللي كانت بفيرست بيرسون شوتر، ما تفهمش ايه العلاقه عشان بقى ايه اوه مان، واحنا بقى ايه الفانز بتاع دوم بقى نقول ايه ده ليه علاقه باللعبه، اوه ده انا هتفرج على الفيلم بقى جدا، ده الفيلم ده جامد جدا. والنبي بص كده على فيرست بيرسون، يعني بص هتشوف كده ده الكات سينز بتاعت دوم هتلاقيها احلى منها بكتير. اصلا انتوا بتحرجوا نفسيكوا والله على الافلام دي، انت بتستغل اسم كبير زي دوم عشان تعمل فيلم ليها، الفيلم ده يسقط. لولا يا جماعه لا بشجع مصارعه ما كنتش هسامح الفيلم ده ابدا، عشان كده حطيته في مركز اللي هو المركز الخامس ما بين ده وما بين ده. هو اللي جاي افظع منها بكتير، يعني هيبقى بالنسبه لك فيلم دوم ده فيلم افاتار، وبالنسبه للافلام اللي انا هقولها دي اللي هي اللي قدام دي. والمركز الرابع معانا في القايمه وهو فيلم ستريت فايتر. بص يا جماعه انا من زمان وانا كنت بحلم بفيلم ستريت فايتر. انا يا جماعه فعلا بحب لعبه ستريت فايتر جدا، تيكن يعلي عليها بكتير فانا كان نفسي يبقى في فيلم لستريت فايتر عشان اتفرج عليه. وكنت بقى ايه بقى بفكر يا ترى الفيلم ده هيبقى عامل ازاي، يا ترى الفيلم ده هيبقى عامل ازاي. اتفرجت عليها يا جماعه زمان وانا صغير. تخيل بقى ان انا زمان وانا صغير كنت بقول على الفيلم ده زباله. تخيل بقى امال دلوقتي وانا بشوف اللقطات منه بس لقطات، انا ما شفتش الفيلم كله. ما تفهمش بقى الفيلم ده ايه بالظبط، ما تفهمش بقى الراجل كان ايه بالظبط، شارب ايه بتاع. هو تقريبا جاب لك ايه، قال لك ايه هو الشخصيات الفيلم بيلبسوا ايه، يلا لبسهم، يلا لبس ري مش عارفه مين. وتقريبا الحسنه الوحيده اللي في الفيلم ان هم جابوا فان دام في الفيلم. شفت انت الحاجات الزباله اللي انا اتكلمت عليها؟ سيبك من كل ده بقى وتعالى بقى نركز على الشرير الفيلم الفيلن. شوف بقى بيتكلم ازاي، بيتكلم بالطريقه دي، بيتكلم بشكل مسرحي اوفر قوي. هو تقريبا قالوا له بص هو دي الشخصيه دي من اللعبه فاطلق العنان للخيال. يلا ننتقل على اللي بعده، يلا ننتقل. بس قبل ما ننتقل على اللي بعده كنت عاوز اتكلم عن بونص كده من عندي، وهو فيلم سوبر ماريو بروس. انت متخيل لعبه عظيمه زي سوبر ماريو اتعمل منها فيلم؟ اتعمل سنه 93 زي ما انت شايف كده بالظبط. بس على فكره انا مش هقدر ادخلها القائمه دي لان سوبر ماريو هو كرتون اصلا، فاكيد فيلم مثلا هيبقى كرتوني زيه، فيلم سقط اصلا كده بس يعني بقول ايه ان انا خرجته بره القائمه خالص عشان يعتبر فيلم مش جد. تعال بقى نخش على الثلاث مراكز بقى. المركز الثالث معانا في القائمه المثلث الذهبي بقى، اقصد المثلث الخراوي بقى. المركز الثالث معانا في القائمه وهو فيلم هاوس اوف ذا ديد زي ما انت شايف كده بالظبط. انا بيني وبينكم بصراحه فكرت فيها، قلت طب هو ازاي نقوا مثلا لعبه اللعبه يا جماعه فعلا كان لعبه جامده جدا وبتاع، كنا بنلعبها واحنا صغيرين وبتاع، وفعلا كان بالنسبه لنا منتهى الرعب، ولما كبرنا ما خفناش منه ولا حاجه، بس يعني لينا ذكريات حلوه معاه. انت بقى لو عاوز تبوظ الذكريات دي وتلعن سلسفيل ابو اليوم اللي انت لعبت اللعبه دي فيه، اتفرج على الفيلم ده مش هتندم خالص. وجابوا بقى ايه للفانز بقى بتوع اللعبه، ايوه جاب لك بقى ايه لقطه من الحقيقه على لقطه من اللعبه عشان نقول بقى ايه يا احنا
الفانز يا الفيلم ده عظيم جدا. منتهى الخرا، منتهى الزباله، منتهى زي ما انت شايف كده، فاهم؟ واي حد شايف حاجه حلوه في الفيلم يكتب لي تحت في التعليقات، لو راجل يكتب لي حد في التعليقات يقول لي الفيلم ده حلو. المركز الثاني بقى معانا في القائمه وهو فيلم Alone in the Dark، اتعمل سنه 2005 وكان يعني زي ما انت شايف كده برضه بالظبط. فيلم يا جماعه اللعبه ما عملش ارباح او ما اتشهرش قوي على فكره عندنا، ولكن يا جماعه تظل ان هي لعبه حلوه، تظل ان هي لعبه رعب وبتاع وفيها غموض، انت ما تفهمش هو الفيلم ده عباره عن ايه. يا سلام بقى على الجرافيك بقى، الجرافيك يا جماعه بص هينطق والله يا جماعه، الجرين سكرين هينطق. فعلا انتاج سنه 2005، فالجرافيك تحس ان هو تعبان شويه، فاهمني؟ مجهد، الطلقات جايه تحسها ليزر، في حاجات غريبه كده بتحصل، هتلاقي ان مش عارف مين بيضرب مع مين، واحنا مع مين وانتوا مين واحنا مين وانتوا ايه. انت تقريبا وانت بتتفرج على الفيلم هيجيلك صداع من الطلقات، هيجيلك صداع من الضرب الكتير ده. المركز الاول معانا في القائمه اللي هياخدها بجداره شديده جدا بقى، بص مفاجاه، لو انت توقعت الفيلم اكتب لي تحت في التعليقات وقول لي ان انا توقعت الفيلم الفلاني. يلا 1 2 3 4 5، تعالوا نبدا الضحك بقى. فيلم مورتال كومبات. الفيلم ده يا جماعه اتعمل سنه 95 تقريبا، انت ممكن تقارنه بين الفيلم ده مثلا وفيلم قبضه الهلالي، بس تقريبا الفرق اللي هنا ان مفيش يوسف منصور في الفيلم. انا ليه حطيتها في المركز الاول؟ ان انا هتنقط تيكن وستريت فايت في حته ومورتال كومبات دي في حته ثانيه. دمويه اللي في اللعبه مش هتلاقيها ولا في تيكن ولا في ستريت فايتر، فعشان كده يا جماعه فعلا مورتال كومبات هي لعبه مميزه جدا. تقريبا انا حاسس ان هم كانوا عاملين الاستوديو بيصوروا الكواليس، فالمخرج قال ايه بقى، طب ايه رايكم ما نخليها ده الفيلم من غير فلتر من غير اي حاجه، خلي بقى في جرافيك خرا. انا بصراحه حطيته في المركز الاول يا جماعه عشان انا في الفيلم ده انا قعدت اضحك جدا. الفيلم ده بالنسبه لي هو من كتر الخرا اللي في الفيلم انا عجبني. حسبي الله ونعم الوكيل والله في اللي عمل الافلام دي. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الالعاب العظيمه اللي اتعمل منها الافلام زباله وانا ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده، وسلام عليكم.